جائزة، تمام؟ هي عبارة عن تذكرة سفر من خلالها بتشارك مع المنتخب الإسرائيلي للعبة كرة القدم، يعني بتنتقل من دولة لدولة. بنقول لك ألف مبروك. لا ما باخدهاش. ليش بتاخذها؟ عشان عليهم عالم إسرائيل. بنقول لك مبروك. ما رضاش اخدها. ليش؟ هيك بلعبش انا مع إسرائيل. ليش بتلعبش مع إسرائيل؟ تذكرة سفر، بغاد بعلموك اللعب وبتصير. برضاش. مش فيها، ما هو المنتخب إسرائيلي فطبيعي تكون التذكرة عليه علم إسرائيل. بتروح عليك خسارة. بديش اياها. يعني بتتابع كورة على هيك صح؟ طيب سؤالنا بيحكي مين اللي فاز في الكلاسيكو الأخير اللي صار بين برشلونة وريال مدريد؟ برشلونة. اخ ممتاز، اجابتك صحيحة. بما انك جاوبت صح وبتعرف تلعب كورة رح نهديك تذكرة سفر من خلالها بتشارك مع الأطفال الإسرائيليين في مباراة كرة قدم. نقول لك ألف مبارك. ما بديش. شكرا بديش اياها. عفوا، بس ليش بدكش إياها يعني؟ هيك. تذكرة سفر. احنا محاصرين صح؟ طيب واجتك تذكرة سفر براحتك، بتطلع من هان على طول على اسرائيل، ولا غلبة ولا لخمة، بتروح بتلعب بتشارك في مباراة، ومش اقول لك مش حتكون اللعبة في داخل فلسطين، حتلعبوا برا، حتروح على دول ثانية وحيدربوك اللعب وحيصير وضعك احسن في اللعب. ايش قلت؟ ليش لا؟ هيك. صار عليها تذكرة سفر يعني. بديش اسافر انا ليش اسافر؟ قصدي بتصير تتحسن وضعك في الكورة، وغاد في مدربين قد حاله. باخدهاش. تذكرة سفر، أنا لو أي طفل وقفته في الشارع قلت له تذكرة سفر في الخارج راح يمزحها طبعا. يمزحها؟ راح يمزحها. متأكد أنت؟ في واحد بيستغني عن تذكرة، كيف راح يمزح؟ ما فيش تذكرة مين باخدها وقاعدة يعني بمزحها، يعني لقيت روحي عياطة واحد صغير بمسكها بمزحها. بعدين انت مش بس حتلعب في اسرائيل، هم حياخذوك من دوله لدوله، يعني حتروح اكثر من دوله وحتلعب اكثر بعدين في عندهم مدربين افضل من اللي عندنا، فيش عندنا امكانيات احنا. لا انا ما برضاش. موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة. أنا لأن معزز وطن ما بروح على إسرائيل، ما بلعب مع منتخب إسرائيل. ليش؟ جاز. فيه. ليش ايش بدك فيها؟ بلزمناش كورة بواحد يصح له تذكرة سفر واحنا محاصرين، ما حدش قادر يطلع، تقول لي بدكاش؟ وش بدنا في الكورة في إسرائيل؟ احنا بنلعب في غزة، غزة فيها ملاعب ولا فيها نوادي؟ وحتى لو فيش فيها ما نضطرش نلعب مع المحتلين. طب فرصة سفر. الآن لو بدي أشوف أي طفل أقول له خذها راح ما يصدق، يقول لك سفر، هو كل يوم بده يسافر، واحد ما بصدق يلاقي تذكرة سفر. لا ما بدي. كاش الجازة؟ لا. إسرائيل نعترفش فيه. موطني موطني، الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد. بما انك جاوبت صح ربحت معنا جائزة، وهي عبارة عن تذكرة سفر من خلالها بتشارك مع المنتخب الإسرائيلي في مباراة كرة قدم للناشئين. لا. طيب هي بدي اديك تذكرة تروح فيها على إسرائيل، غادي تتدرب وتصير لاعب كورة، تصير محترف، لما تكبر بتصير لاعب قد الدنيا. بديش عشان اليهود يضلهم يموتونا، عشان اليهود يضلهم يموتونا. أنا بديش. فكر، خسارة أعطيها لواحد أنت بتستحق الجائزة لأنك أنت جاوبت. لا. حتى لو جاز عادي بقدر، ولا حدا بياخدها. ضل يعني محتل العدو بقدر، ما حدش بيقدر ياخدها. حدش بيرضى يلعب مع المنتخب الإسرائيلي؟ ما أظنش حدا إنه يقدر يلعب. يعني هاي موطني خسارة موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء. في واحد بمزع تذكرة سفر. وين ما كان اسافر مع عند اسرائيل لا، عند اسرائيل لا. هل أرى
سالما منعما وغانما. هدول أعدائنا هدول عملوا لنا كم حرب وضيعوا شهداء وضيعوا أطفال وصغار لا ليش ما زادت التذكرة؟ بستحملها، بس البلد ما بتستحملهاش. في علاك بديش مباراة واحدة يعني مش لخمة، يعني أنا ما أديك تذكرة لمباراة واحدة. ولا دقيقة. اسألك هيك لو أنت بدك هلقيت بدك تسافر، لو ما أعطيتكش التذكرة بدك تسافر، بتعرف تسافر؟ فيش معبر، بتعرف تسافر؟ لا. طيب وجدك تذكرة سفر بسهولة، بتسافر يعني خلال أيام بتكون جوا في إسرائيل. ما بديش. بدي غزة أحسن لي. نلعب في الشارع أحسن ما نلعب عند اليهود المحتلين دارنا والمغتصبين البلاد. معقول مش